بس سبحان الله مهما كان المجرم عامل حساب كل حاجة وعامل حساب كل تفصيلة ومش سايب وراه أي أثر، سبحان الله ربنا قادر يكشف أي حد حتى لو كانت على أبسط الأسباب. يعني واحدة زي يسرية دي اتكشفت في الآخر على إيه؟ على حذاء، أعزكم الله. اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده ببرنامجنا قضيه راي عام. لو دي اول مره ليك في قناه، انا سامح سعد مقدم البرنامج. هنا بنتكلم عن القضايا اللي شغلت الراي العام في الفتره اللي فاتت. لو حابب يوصلك كل جديد، كل اللي عليك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم متابعينا، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. معانا النهارده حكايه غريبه جدا، حكايه تم فك الطلاسم اللي فيها والرموز الغريبه عن طريق الصدفه، عشان كده اتصنفت من ضمن اغرب القضايا. فتعالوا بينا نسمعها. كان في شاب اسمه سالم. سالم ده كان على قد حاله. المهم ان سالم ده ربنا كرمه واتجوز، ولكن عشان خاطر ان حالته المادية ضعيفة وهو في وسط بلده، قرر انه يشوف اي محافظة تانية ويسافر ليها. ومن ضمن المحافظات اللي هو اختارها كانت محافظة الاسكندرية. على طول اخد زوجته وتوجه ليها. فضل بقى يدور هناك في شغل كتير جدا، اشتغل اكتر من شغلانة، ولكن في الاخر لقى نفسه في حاجة تكون بتاعته هو. قال انا ليه اشتغل عند الناس لما ممكن اعمل حاجة تبقى بتاعتي انا، ومع الوقت ممكن تكبر. وفعلا كانت فكرة ذكية جدا منه، ورغم انها كانت بسيطة جدا في البداية الا ان فكره كان ذكي في الوقت ده. الفكرة بتاعته ان هو عمل نصبة شاي صغيرة كده، او ممكن نسميها عربية شاي صغيرة على الطريق السريع. كان اي حد معدي كان لازم يقف عنده عشان خاطر يشرب الشاي او القهوة من ايده. فطبعا سالم مش هيقدر يعمل كل ده لوحده، لازم تكون في ايد بتساعده وبتسنده، وهي دي بقى ايد زوجته اللي ما سابتوش ابدا اي لحظه. وغير كده كمان كان معاهم طفله صغيره اسمها يسريه. يسريه دي بقى اللي ما سابتهمش ابدا في كل الايام الصعبه اللي هم عاشوها. يسريه دي كانت معاهم وهي لسه حته لحمه حمراء، فضلت معاهم وتكبر معاهم على ايدين العربية الصغيرة اللي هم كانوا بادئين بيها. ولكن مع مرور الأيام ربنا كرم سالم، العربية الصغيرة كانت بتكبر أكتر وأكتر مع الوقت. بدل ما كان عنده شاي وقهوة بس، بعد كده بقى عنده سندوتشات، وواحدة واحدة ربنا بيوسعها عليه. وغير كده كمان ربنا كرمه في الذرية، فبقى معاه غير يسرية دي بقى معاه بنت اسمها حميدة وبنت تانية اسمها فرحة. فكده بقى معاه 3 بنات. بس تعالوا ما نقول ان البنت الاولى اللي هي الكبيره اللي فيهم تعتبر اتظلمت شويه، لان يسريه دي كانت جايه في ايام القحط، عشان كده والدها ما علمهاش، لان اصلا ما كانش عندهم سكن يعتبروا مقيمين فيه طول الوقت. هي كانت اوضه على السطوح بتتغير من وقت للتاني كل ما الايجار يعلى. ولكن ربنا كان كريم معهم. فممكن نقول ان يسريه بس هي اللي اتظلمت في موضوع العلام، لانها ما اتعلمتش خالص، ولكن ربنا كرم البنتين التانيين، هم دول اللي اتعلموا. ويظهر كده ان وشهم كان وش السعادة على الاب وعلى الام، لان بعد كده العربية دي اتحولت لكافيتيريا على الطريق السريع. ربنا كرمه، بدل ما هو كان عنده اوضة على السطوح، ربنا كرمه وبقى عنده بيت كبير مكون من 4 ادوار. فكده خلاص تعتبر حياتهم مش ناقصها اي حاجة، كده كل حاجة حلوة كانت معهم. ولكن احنا عارفين ان الحلو ما يكملش. من كتر ما هي عانت مع زوجها في السنين الطويلة دي، ربنا ابتلاها بعد كده بمرض صعب جدا، وهي فضلت تعاني معاه سنين طويلة لحد ما في الآخر ربنا توفاها. فأصلا من قبل كده وكانت يسرية هي اللي مسؤولة عن البيت كله، مسؤولة عن والدها، مسؤولة عن والدتها الله يرحمها، وكمان مسؤولة عن إخواتها البنات الاتنين. من بعد وفاة الأم وبقت هي تعتبر الأم اللي مكانها في البيت. كانت هي ما بتقولش أنا ما اتعلمتش، ما بتقولش أنا ما أخدتش حظي، ولا بتقول أي حاجة من الكلام ده. عارفة إن ربنا لما بيكتب لحد حاجة بيكون مقدر كل ده لشيء بعد كده. المهم ان يسرية كانت بتصحى من بدري كل يوم عشان خاطر تحضر الفطار لاخواتها قبل ما يروحوا المدرسة، وكمان بتروح تصحي والدها بعد كده بعد ما اخواتها يروحوا المدرسة. وكانت هي فعلا ونعم الام في البيت. وتمر بقى الأيام لحد ما يجي يوم ويجي واحد ويتقدم ليسرية. الواحد ده كان اسمه عرفة. عرفة ده بقى يا سيدي بيشتغل ميكانيكي، وورشته كانت برضه على الطريق السريع. ممكن نقول إن هو كان زبون دايم يوميا عند الحاج سالم، وعشان كده كان عارف يسرية من زمان جدا،
وهو كان معجب بيها وعاوز يتجوزها، بالاخص بقى ان هو شايف ان ظروفها من ظروفه، ولا هو اتعلم ولا هي كمان اتعلمت، فعشان كده كان عارف انها ممكن توافق عليه. المهم لما هو راح اتقدم ساعتها يسرية اللي كانت رافضه الجواز اصلا قالت له لا يابا انا مش عاوزه اتجوز، خليني هنا عشان افضل ارعى اخواتي البنات الاتنين، لما هم يبقوا اتجوزوا وابقى اطمن عليهم ساعتها ابقى افكر فيا. ولكن هنا الاب ما كانش اناني، قال لها لا يا بنتي انت خلاص طالما جالك نصيبك يبقى تعتمد على الله، وبالنسبه لاخواتك ما تخافيش عليهم، بصراحه كده انا كمان بفكر اتجوز، بس انا مش هتجوز عشان خاطر ان انا اللي عاوز اتجوز، انا هتجوز بس عشان واحده تيجي وترعى اخواتك هنا. وبعد كلام كتير في الموضوع ده خلاص يسرية استقرت في الآخر إنها تسمع كلام والدها بعد ما هو أصر على الموضوع ده، وفعلا اتجوزت. ورغم إن اللي كان مسؤول عن الجوازة دي كان الأب مش الزوج، كان بيقول له بقول لك إيه يا عرفة، أنا بنتي دي أنا اللي هجوزها من الألف للياء، عشان بس تعرف إن أنت تحطها في عينيك، بنتي دي أغلى حاجة عندي ولازم تكون أغلى حاجة عندك أنت كمان. فالمفروض بقى ان عرفة كان يقدر جميل زي ده وكان يحافظ عليها وما يزعلهاش، ولكن كان كل يوم والتاني بتحصل خناقة. عرفة كان طمعان قوي فيهم، وعشان كده كان كل شوية بيطلب منها انها تسحب فلوس من ابوها، ولكن هي كانت بتقول له البيت ده له راجل والمفروض ان انت الراجل ده والمفروض ان انت اللي مسؤول عنه، انا خلاص طالما خرجت من بيت ابويا يبقى مش هسأله في جنيه بعد كده. عشان كده كانوا كل شوية بيتخانقوا هما الاتنين، واصلا كانت هي بتتمنى اليوم ان الخناقة تكبر فيه ويحصل ما بينهم انفصال، وده بقى اللي خلاها مأجلة موضوع الخلفة، كانت على قد ما بتقدر بتحاول تاخد اي حاجة تمنعها انها تخلف، لانها كانت حاسة طول الوقت انها ممكن ما تكملش معاه. تعالى بقى كده ننسى البيت ده شوية ونروح البيت التاني، البيت الكبير اللي هو بيت الحاج سالم. البيت ده اللي بقى فيه واحدة اسمها صباح بقت هي زوجة الأب، المفروض ان هو متجوزها في الاساس عشان خاطر تخلي بالها من اولاده، ولكن ده ما كانش بيحصل. يسرية في يوم من الايام راحة عشان خاطر تطمن على اخواتها البنات، لقيت ان هما الاتنين مذلولين ذل صعب جدا. كل واحدة فيهم في حياة يسرية لما كانت في البيت عمرها ما عملت اي حاجة، ولكن بعد وجود صباح في البيت بقى هما الاتنين شغالين خدامين عندها. ساعتها يسرية راحت تتخانق مع صباح، قالت لها حرام عليكي البنات دول لسه صغيرين، المفروض ان انت تساعديهم، المفروض ان هم ما يعملوش كل حاجة لان وراهم دروس، انما انا عرفت منهم ان انت منعتيهم حتى يروحوا دروسهم. فتيجي بقى صباح وتتخانق مع يسرية وتقول لها انا بقيت ربة المنزل ده، فالمفروض ان انا اللي اقول الكلمة وانا اللي انهيها، وانت ليكي بيت تتحكمي فيه. فهنا دارت ما بينهم خناقه شويه، ولكن في الاخر يسرية قالت لها اول ما والدي يصحى من النوم انا هتكلم معاه واخليه يرد عليكي. فبعد كده يحصل ايه؟ تقوم صباح تفضل تعلي صوتها شويه وكانها حد بيضربها، فيقوم الزوج يصحى الحاج سالم، خير يا صباح ايه اللي مزعلك؟ تقول له بنتك بتمد ايدها عليا، وفضلت بقى تقول كلام اصلا ما حصلش. ولكن هنا الزوج يصدق مين؟ يصدق صباح، يقوم يزعق لبنته وكمان في معنى كلامه ما تجيش هنا، لو الظروف هنا مش عاجباكي فاحسن لك ما تجيش عشان ما تتضايقيش. طبعا يسرية لما سمعت الكلمتين دول من اغلى حد عندها وهو ابوها طبعا زعلت قوي، فسابت البيت ورجعت تاني لجوزها. تمر بقى الايام ويسرية خلاص قررت انها مش هتروح بيت والدها تاني لحد ما يحصل في الامور امور. ايه بقى اللي حصل؟ في يوم من الايام الحاج سالم رجع بيته بدري في غير ميعاده، يكتشف ان صباح اللي هي زوجته اللي المفروض مسؤولة عن بناته الاتنين طلعت بقى انها ماسكاهم هما الاتنين وعمالة بتضرب فيهم وبتهينهم وبتذلهم. اول ما شاف المنظر ده كان مصدوم، قال لها يظهر ان فعلا يسرية بنتي كان عندها حق وان انا كدبتها وصدقتك انتي، انا كنت متجوزك في الاساس عشان خاطر تخلي بالك من البنات مش عشان تضربيهم. هنا بقى البنات كأنهم ما صدقوا ان ابوهم هيسمع لهم وفضلوا يحكوا له على كم المعاناة اللي هم بيعانوها منها. فهنا الاب قال لهم حقكم عليا يا ولادي، ويعمل ايه؟ يقوم مقرر انه يطلق صباح وطردها بره البيت. فهنا بقى اول حاجة كان لازم يعملها الحاج سالم انه يروح ليسرية بنته عشان خاطر يصالحها ويعتذر لها، ولكن البنت الصالحة قالت له يا والدي ما تعتذرش، انا كده كده مسامحاك. ورجعت بعد كده البيت تاني كل شوية تطمن على اخواتها البنات،
كانت كل يوم بتروح وتطمن عليهم. لحد بقى ما في يوم من الايام صباح راحت لها البيت، راحت عشان خاطر تقول لها يرضيك اللي ابوك عمله فيا، يرضيك ان هو يطلقني، انا دلوقتي ما بقاش حد ممكن يتجوزني، انا ضيعت عمر عشانه. وفضلت بقى تقول لها كلام كتير عشان خاطر تبقى وسيط ما بينها وما بين ابوها. قالت لها كل اللي طالباه منك ان انت بس تقولي له صباح عاوزه ترجع لك تاني، وانا هعيش لكم خدامه طول العمر. فهنا يسرية كان قلبها كبير قوي وصدقت صباح فعلا وقالت لها حاضر انا هتدخل في الموضوع ده. وراحت هي لوالدها وفضلت تتحايل عليه انه يرجع صباح تاني، وفعلا الاب سمع كلامها وقام مرجع صباح البيت. فلحد هنا تعتبر الأوضاع كلها كانت مستقرة ومفيش فيها أي مشكلة. بس في يوم من الأيام الحاج سالم كان رايح الكافيتيريا بتاعته. طبعا زي ما قلت لكم في الأول إنها كانت على الطريق السريع، ما كانش أخد باله كويس وهو بيعدي الطريق، وفجأة عربية جاية بمنتهى السرعة قامت خبطته ومشت من غير حتى ما حد يعرف إيه العربية دي ولا إيه أرقامها. كان للأسف الشديد الحاج سالم توفاه الله بعدها. فدي طبعا كانت أصعب حاجة مرت عليهم في تاريخ حياتهم، لأن بالنسبة لهم الأب ده كان هو السند والظهر والأمان وكل حاجة ليهم. عشان كده بعد وفاته حسوا بكسر الظهر، حسوا بكسرة صعبة جدا، وكانوا عارفين إن عمر ما حد في الدنيا هيعوضهم مكان والدهم. هنا بقى يسرية يبان فيها الأصل قوي، راحت وقعدت مع صباح وقالت لها بصي انت في مقام والدتي دلوقتي، وانت دلوقتي هتفضلي موجودة في البيت هنا معززة مكرمة، كل طلباتك هتجيلك، كل حاجة انت عاوزاها هتكون عندك قبل ما تطلبيها، المهم بس ان انت تراعي ربنا في اخوات البنات. وصباح قالت لها ما تقلقيش من اي حاجة، انا هعيش هنا في البيت كأن والدك موجود بالظبط، مش هنقص اي حاجة. ومن بعدها وعلاقة صباح بيسرية كانت قوية جدا، كأنهم بقى اتنين اصحاب، كأنهم والدة وبنتها. المهم ان علاقتهم ببعض كانت كويسة ومفيش فيها اي مشكلة. لحد بقى ما في يوم من الايام كان الميعاد قبل الظهر، اللي حصل ان صباح اتصلت على يسرية قالت لها الحقيني يا بنت بسرعة، انا شكلي كده هحصل ابوكي. هنا يسرية بتقول لها مالك يا خالتي؟ قامت قالت لها انا مش قادر اخد نفسي وشكلي هموت، واخواتك البنات الاتنين في المدرسة. ساعتها قامت قفلت الخط وطلعت تجري بسرعة عشان خاطر تلحق صباح. كان لازم بقى يسرية تعرف زوجها الأول إنها راحة لصباح عشان خاطر إنها تستأذن منه. فضلت بقى تتصل عليه كتير جدا ولكنه ما بيردش. آخر ما زهقت قالت ده كده ممكن الست تروح فيها، أنا لازم ألحقها. المهم إنها فعلا راحت هناك وفضلت تخبط، ولكن صباح ما كانتش قادرة تقوم حتى من على السرير. الحمد لله يسرية كان معاها مفتاح للباب، فقامت فتحته ودخلت بسرعة عشان خاطر تطمن على صباح اللي كانت نفسها بيروح منها. هنا بقى يسرية فضلت جنبها عشان خاطر تطمن عليها. المفروض بقى انها بعد ما خلاص اطمنت عليها ترجع البيت، ولكن زوجها اللي هو عرفة فضل مستنيها طول اليوم انها ترجع وما رجعتش. لحد بقى ما في الاخر راح يخبط عليهم بنفسه. اللي فتحت له الباب كانت البنت الصغيرة اللي اسمها فرحة. قالت له خير يا عم عرفة؟ قال لها مفيش، انا جاي اخد اختك من هنا. قالت له اختي مين؟ يسرية؟ قال لها ايوه. قالت له اختي يسرية مش هنا. قال لها ازاي؟ ده هي اصلا من الصبح وانا ما اعرفش عنها اي حاجة، المفروض انها كانت موجودة عندكم وبعد كده ما اعرفش عنها اي حاجة. فتيجي بقى اللي تسمع الكلام ده مين؟ صباح. قامت من على السرير وقامت ترد عليه. قالت له اتفضل يا عرفة، يسرية فعلا كانت هنا الصبح بتطمن عليا والحمد لله لما بقيت كويسة قامت سابتني ورجعت البيت. قال لها ازاي الكلام ده؟ يسرية لحد دلوقتي لسه ما رجعتش، وسألت كتير من اللي جيران عليها قالوا ان احنا ما نعرفش عنها اي حاجة. هنا بقى القلق بدأ يدب فيهم كلهم. وساعتها صباح قالت له بقول لك ايه، احنا لازم كلنا ننزل ندور عليها دلوقتي، ولو ما عرفناش هي فين تروح بسرعة وتبلغ عنها في اسم الشرطة. وفعلا ده اللي حصل. لما هم ما لقوش ليها اي اثر اضطروا في الاخر ان هم يروحوا يبلغوا للشرطة. هنا بقى رجال الشرطة قالوا لهم لازم يعدي على اختفائها الاول 24 ساعة على الاقل، ولكن برضه احنا هنرفع مواصفاتها في كل اقسام الشرطة يمكن نوصل لها. يعدي بقى على الكلام ده قد ايه؟ 48 ساعة كاملين، وبرضه محدش قدر يعرف يسرية راحت فين. لحد بقى ما في الاخر البنت الصغيرة اللي اسمها فرحة فجأة كده شافت حاجة، قامت حطيتها في شنطة سودة وطلعت تجري بيها بسرعة على اسم الشرطة اللي كانوا مبلغين فيه. طلبت انها تقابل الضابط المسؤول عن القضية دي، واول ما قابلته دخلت المكتب بتاعه وقالت له الشنطة دي فيها اللي يثبت ان اختي اكيد اتقتلت. قال لها يعني ايه الكلام ده؟
قالت له ده الحذاء بتاع اختي يسرية، الحذاء ده اللي كانت بتلبسه في اليومين الاخرى. معنى كده انها كانت موجودة عندنا في البيت فعلا، ومستحيل انها تيجي البيت وتروح من غيره. قال لها انت لقيت الحذاء ده فين؟ قالت له كان موجود في الأوضة اللي صباح بتنام فيها. هنا بقى ضابط الشرطة بدأ يبص في القضية دي من منظور تاني خالص، وآخر حد كان بيشك فيه اللي هو صباح قام قابض عليها وبدأ يضيق الخناق عليها عشان تعترف. قال لها بصي كده كده القضية لابساكي، قولي بقى هل انت عملت كده لوحدك ولا كان في حد معاكي، واصلا ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ فتقوم بقى صباح تنهار وتحكي كل حاجة، تقول منه لله هو اللي كان السبب. قال لها مين؟ قالت له جوزي الحاج سالم الله يرحمه، هو اللي راح كتب كل املاكه وكل ثروته باسم بنته يسرية. يعني معنى كده ان انا حتى لو اتطلقت منه او بعد ما مات انا ماليش اي حاجة. قال لها وعرفت الكلام ده منين يا صباح؟ قامت قالت له ما بصراحة كده أنا اللي اتفقت مع عرفة إن هو يخبطه بالعربية بتاعته عشان خاطر يموت واخد بقى نصيبي من الورث، بس بعد ما مات عرفت إن أنا ماليش أي حاجة وإن كل حاجة مكتوبة باسم يسرية. فقام بقى الظابط قال لها يعني عرفة قتل الحاج سالم وإنتي اللي قتلت يسرية؟ قالت له لا، عرفة هو اللي قتل الحاج سالم وعرفة برضه هو اللي قتل يسرية مراته. قال لها ازاي؟ طب ما كده يسرية معاها كل الورث، يبقى من مصلحته ان يسرية تفضل عايشة. قالت له لا، ما هو كان عارف ان يسرية ماشية في قضية خلع، عشان كده قال انا لازم اقتلها واخد كل ورثها قبل ما تخلعني. فبعد كده تم القبض على عرفة هو كمان، وبعد مواجهته بالكلام ده هو اعترف على نفسه بكامل جريمته، وكمان قال على المكان اللي هو دافن فيه يسرية، طلع دفنها بالقرب من ورشته على الطريق الصحراوي. فبعد بقى ما طلعوا جثتها بقى عرفة وصباح هما الاتنين اتقدموا للمحاكمة، وهما الاتنين اتحكم عليهم بحكم الإعدام. فدي دايما بتبقى نهاية كل طماع، ما بيبقاش شايف قدامه أبدا، رغم ان هو كان ممكن يكسب كتير لو كان صلح من نفسه وغير من تفكيره. انما الطماع بيبقى أعمى، ما بيشوفش بس غير الحاجات اللي هي اصلا مش ملكه، وبيبقى عاوز يمتلكها باي حاجة حتى لو وصلته انه يقتل مش مشكلة، المهم ان هو ياخد كل اللي هو عاوزه، ما بيفكرش في اي حاجة ساعتها. بس سبحان الله مهما كان المجرم عامل حساب كل حاجة وعامل حساب كل تفصيلة ومش سايب وراه اي اثر، سبحان الله ربنا قادر يكشف اي حد حتى لو كانت على ابسط الاسباب. يعني واحدة زي يسرية دي اتكشفت في الآخر على إيه؟ على حذاء، أعزكم الله. ودي كده كانت الحكاية بالكامل، أتمنى أنها تكون عجبتكم، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. فبشكركم جدا وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم قضية رأي عام. السلام عليكم.